عاوزة اقول لكم ان الجيران كلهم اتلموا عليا والشارع كمان من ريحة الكيكة دي. كل اللي هتعمليها هتطلعيها من الفرن وتقلبيها كده وتبقى بالجمال والعظمة اللي انتي هتشوفيه ده، ولا غلطة فيها. من احلى واجمل الكيكات واسهلهم كمان اللي ممكن تجربيها. يلا بقى نشوف هنعملها ازاي، بس يا ريت نصلي على الرسول مع بعض. اول حاجه بتشتري البلح الاسود الرطب ده، الموسم بتاعه وطعمه زي السكر، موجود في كل حته. انا جبت حوالي كيلو الا ربع، ما كملش كيلو الكميه دي، غسلتها وصفيتها وهبدا ان انا افصصها معاكم. اشيل القشره كده بشويش وافتح بالسكينه واطلع النوى. الحقيقه البلح ده انا ما كنتش بقسمه كده لنصين عشان كان حجمه صغير وده كان عيبه، فبسيبه كده على بعض زي ما هو بس اطلع النوى بس. لكن انتي هتجيبي البلحيه الكبيره لو هتستخدميها في الكيكه دي هتكون اريح بالنسبه لك، اقسميها على نصين. رغم والله ان هو كان صغير كان طعمه مسكر لدرجه انك تاكليه تجزعي. هنجيب بقى صينيه مقاس 26، هتضيفي ربع كوبايه من الزبده المذابه وتوزعيها كده في نهايه الصينيه، وتنزلي بتلت كوبايه من السكر العادي بتاعنا. هتوزعي السكر كده على الزبده، لو حابه تضيفي قرفه بتليق معاها قوي، دي اختياريه طبعا. هتوزعي معلقه صغيره من القرفه بعد السكر، ولا هنكرمل ولا حاجه. ابدأي بقى رصي البلح بس جنب بعض، ما تسيبيش فراغات، ولو حسيتي ان في فراغات كمليها كده بالبلح، اقسمي البلحيه وكملي الفراغات دي. بعد ما تخلصي رص هتعملي سور كده من الجوانب برضو بالبلح زي ما هتشوفي كده. بس اهم حاجه ادهني جوانب الصينيه بالزبده بالفرشه، مش عارفه المقطع ده ما جاش ليه، انا دهنت الجوانب وبعد كده عملت سور من البلح واسيبها على جنب. يلا نشوف مقادير الكيك. 2 بيضه بدرجه حراره المطبخ، تلت كوبايه من السكر، ونص معلقه صغيره من الفانيليا، ونقلب كده بالمضرب اليدوي. ما تزوديش اي سكر تاني، المقادير دي مظبوطه على الشعر عشان تاكلي منها ما تجزعيش. نسبة السكر هنا مظبوطة جدا. هنقلب لحد لما الخليط يفتح والسكر يدوب، وننزل بنص كوباية من الزيت نوعية كويسة، ونص كوباية من الحليب برضو أنا مدفياه شوية بيدي طراوة حلو للكيك، تدفية بس. ومعلقة كبيرة من الخل ونقلب. عندي بقى المواد الجافة، كوبايتين من الدقيق، هندخل أول كوباية كده على دفعات وانزل بالكوباية التانية على معلقة كبيرة من البيكنج باودر. حفظتي المقادير ولا لأ؟ سهلة جدا. شعرة الملح ونقلب. وانا بقلب كده حسيت ان الخليط تقيل شويه، اقدر بقى انا اتحكم وده بيختلف من دقيق للتاني. هزود معلقتين 3 من الحليب. المهم يكون قوام الكيك متوسط، وده سر نجاح اي كيك. القوام بتاعها لا خفيف قوي ولا تقيل قوي، يكون متوسط. شايفين؟ هبدا بقى اوزع الخليط على البلح. اهم حاجه عشان الكيكه دي تطلع معاكي حلوه، خلي الكيكه او خليط الكيك ما يتخطاش السور اللي احنا عاملينه من البلح، يكون سمكها كمان رقيق فيكون طعمها جميل، تحسي كده بكرمله البلح. هوزع بقى خليط الكيك وكون مولعه الفرن من قبلها ب5 دقايق درجه حراره 180. هضيفها بقى على الشبكه في الرف الاوسط، هتقعد معاكي كده بالتقريب حوالي 40 دقيقه. بعد التسويه هنطلعها ونقدمها مع بعض. اثناء بقى ما الكيكه بتستوي تعالوا نعمل مشروب الطاقه، وهقول لكم ليه بعد شويه. انا قلت عليه الاسم ده، كوبايتين من الحليب الساقعين على كوبايه من البلح المتقشر ومنزوع النوى، ولا عسل ولا سكر، اضربيه دقيقتين في الخلاط. عاوزه تصفيه صفيه، مش حابه خلاص. يلا بقى نشوف اخبار الكيكه ايه. ريحتها كانت جايبه اخر الشارع، تحفه. ونسمي بسم الله ونقلب. حاجه كده عظمه خطيره ولا غلطه فيها. ليه بقى انا قلت عليه مشروب الطاقه؟ تعبانه مرهقه قايمه من النوم كده، مش قادره تشوفي طلبات بيتك، ولادك بيتمرنوا عندهم مدارس، اعملي البلح باللبن واديه لولادك وانت اشربي منه، وشوفي بقى القيمه الغذائيه. اكيد كلكم عارفين ان البلح مفيد جدا. البلح باللبن ده من احلى المشروبات اللي ممكن تجربوها، ادوها لاولادكم في المدرسه. كمان الكيكه دي بتكون حلوه قوي لما تدوا قطعه كده في اللانش بوكس للولاد، تغذيهم مع ازازه فيها البلح باللبن. وادعي لي. شايفين بقى كرمله البلح كده خطيره، رقيقة وتحفة، والسكر كان 10/10، ولا غلطة في وصفة النهاردة. بجد عاوزاكم تجربوها وتبعتولي وتقولولي رأيكم فيها ايه. اوعوا تنسوا اللايك والشير لو الفيديو عجبكم. ألقاكم في فيديو جديد وباي باي.